لون وطعم وقرمشة. يلا نشوف بقى الوصفة دي هنعملها ازاي، وادعوا لي بقى يعني لما تيجي تاكلوه كده وتلاقوه طعمه حلو ومقرمش كده ولونه جميل ويشرفك، تدعي لي دعوة حلوة كده وتعملي لي لايك وشير وما تنسينيش بدعائك. يلا بقى نشوف كده التركاية اللي هنحطها في القرنبيط هتخليه مقرمش وجميل جدا. كمان عندنا هنا المية بتاعت اللي هنسلق فيها القرنبيط هنحط فيها شوية كمون خشن وشوية ملح وعصرة ليمون عشان ريحته ما تبقاش مش كويسة، سواء الكرنب او القرنبيط لازم عصرة ليمون. تمام. مع الكمون الخشن او الحصى بيخليه ملوش ريحة يعني تضايقنا خالص. سلقناه كده، وطبعا سلقه مش نص سوا، مش سلقه كامله عشان ما يتهريش مننا، وهنطلع بيه كده على ميه بارده من الحنفيه عشان نهدي الحراره عليه شويه. عندي بقى هنا سلقته خلاص، هبدأ بقى ان انا اقطع الخضرة بتاعتي مغسولة كويس منقوعة في مية بالليمون وصفيتها، وهبدأ بقى ان انا اقصها بالمقص او اقطعها بالسكينة على البلانشة بالشكل ده. هاجي بقى للخلطة بتاعتي الجميلة، شوية لبن او مية مفيش مشاكل. عندنا بقى معلقة توم، الهريسة الشطة اللي عملناها في الفيديو اللي فات الجميلة بتاعتنا، ناخد معلقة كده ونضيفها على اللبن. معلقة كمون ناعم مش خشن، كمون ناعم، معلقة ملح صغيرة طبعا، وهنبدأ نقلب بالشكل ده. هنكسر كويس طبعا الهريسة انا كنت مطلعاها مجمدة، هكسرها كويس في اللبن وهبدأ ان انا اقلبها. نيجي بقى للمهم، 3 معالق دقيق. انا ما كنتش عامله يعني قرنبيطه كبيره، قرنبيطه صغيره كده فمش هكتر الكميه، لكن انت لو هتعملي قرنبيطه كبيره هتحطي كوبايه دقيق كامله مع معلقتين دقيق، معلقتين نشا. والنشا اساسي في الوصفه. طبعا احنا عارفين النشا ليه، للقرمشه طبعا، بيخلي القرنبيط مقرمش جدا. في اي وصفه بقى، في السمك، خلطة السمك، خلطة القرنبيط، خلطة الفراخ المقرمشة، اللي هي الكنتاكي، النشا بيكون اساسي. عندي هنا 2 بيضة، ممكن على فكرة نعمله من غير بيض برضو. شوية فلفل اسود، حطينا بيض يعني فلفل اسود، تمام، عشان الزفارة بتاعت البيض ما تظهرش معانا. نقلب كويس بالشكل ده. تمام. هنزل بقى بالخضرة بتاعتي، كزبرة وشبت وبقدونس، هقلب كويس. طبعا انا خدت نص الكمية، لان نص الكمية التاني طبعا انا قلت لكم ان انا مش عاملة كتير، يعني هي قرنبيطة صغيرة. نص الخضرة الباقي هعمل بيه السلطة البلدي بتاعتي. تمام. عندي هنا بقى كوباية دقيق ومعلقة نشا كبيرة، معلقة نشا كبيرة. تمام. هنزل بقى بشوية كمون وشوية ملح، كمون ناعم طبعا على الدقيق. حضرت بقى القرنبيط بتاعي وسلقته، وحضرت معايا الزيت وكل حاجة حضرتها، والخلطة بتاعتي تمام، والدقيق اللي هغمس فيه القرنبيط. هروح بقى اعمل السلطة، ومش هقلي القرنبيط الا لما اعمل السلطة الاول. ليه؟ علشان اكل القرنبيط بتاعي سخن. تمام. هعمل السلطة بتاعتي كده. حطيت قطعت بصل احمر وملح وكمون ونص ليمونة وشوية خل، وبدأت ان انا افرك البصلة اللي انا قطعتها مع الخلطة اللي انا حطيتها، الليمون والكمون والخل والليمون وشوية زيت طبعا. هبدأ ان انا اقطع الطماطم. تمام. عملنا السلطة بتاعتنا، هنقلبها بقى كويس كده. دي سلطة بلدي، انا ما كانش عندي خيار، اللي عنده خيار يحط خيار. نص كوباية مية عشان تدينا بقى ايه، صوص كده حلو في السلطة بتاعتنا. هقطع بقى قرن فلفل، طبعا بلاش كله يا جماعة عشان ده صعب بصراحة. انا ما برضاش انزل للاخر. تمام. عندنا هنا بقى هحط السلطة في طبق التقديم. تمام. هنروح بقى دلوقتي على القرنبيط بتاعنا. عندي الدقيق بالنشا، وعندي الخلطة اللي انا عملتها بالبيض واللبن والخضرة. هبدأ ان انا اغمس القرنبيط بتاعي بالشكل ده في الخلطة، وبعدين في الدقيق، خلطة الدقيق اللي انا عاملاها بالنشا.
تمام. هنزل بقى في زيت سخن. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت هنا معلقه نشا في الزيت. معلقه النشا دي معلقه، بنحط يعني معلقه صغيره مش كبيره عشان ما تعملش معانا رواسب كتير. دي بتخلي الزيت فاتح معايا لاخر حبه. هنطلعه بقى ايه في مصفى سلك. مصفى سلك مش مناديل يا جماعه. وطلع معانا بالشكل ده عشان نحافظ على القرمشه بتاعتنا. طلع معايا بقى بالشكل ده، شايفين؟ تحفه، قرمشه وطعم حلو، ويقعد معايا لتاني يوم مقرمش.